مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ومن داخل كليه الزراعه بجامعه المنوفيه. يسعدنا نلتقي بالاستاذ الدكتور ايمن حافظ عيسى عميد الكليه، وذلك على خلفيه مبادره كن ريادي والتي نظمتها الكليه اليوم. اهلا بسعادتك باشا عزيزي وغالي علينا دكتور ايمن، وناخد فكره من حضرتك عن طبيعه هذه الفعاليه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. بتأتي هذه المبادرة التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع شركة كن للتنمية وبرنامج كن ريادي. هذه الدورة خاصة بريادة الأعمال، وهي تعريف أبنائنا الطلاب على المشاريع الريادية في مجال ريادة الأعمال، وكيفية أن كل طالب يكون عنده فكرة ينميها بحيث ان هي تكون فكره قابله للتطبيق بعد ذلك، ويكون عنده مشروع والحلم بتاعه اللي هو بيحلم ان هو يحققه. بتاتي هذه المبادره ضمن الاستراتيجيه الخاصه بالدوله طبقا للألفية 21 وطبقا للمبادرات والمشاريع الزراعيه العملاقه التي تتبناها القياده السياسيه. ايضا دور جامعة المنوفية في تبني المشروعات الخاصة بتنمية أبنائنا الطلاب والمشروعات الريادية الخاصة بمجال ريادة الأعمال، واللي بيرعاها سعادة الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، الذي بيسعى دائما إلى تنمية أبنائنا الطلاب واطلاعهم على ما هو الجديد وعلى هي الأفكار الخارج الصندوق، بحيث إن كل طالب يكون عنده مشروع خاص به. وديت مدربين محترفين في مجال ريادة الأعمال، وفيه ورش عمل على مدار 4 أيام مختلفة، وبيبقى جروبات وتقسيم الطلبة إلى مجموعات، وكل مجموعة بتبقى تختار فكرة أو مشروع خاص بيه، وبيتم تدريب الطلاب على إزاي تقدر تتبنى الفكرة بتاعتك، إزاي تقدر تحط لها التصور بتاعها، إزاي تحط لها الماستر بلان بتاعها، وإزاي تنميها بحيث ان هي تفصل في الاخر الى مشروع خاص بالطالب او مشروع خاص بمجموعه من الطلاب. العالم كله بيتطور والدنيا كلها بتتغير، واحنا بنعلم اولادنا ازاي ان انت تكون صاحب فكره، صاحب مشروع. والنهارده اكبر رجال الاعمال في العالم هم الناس اصحاب الافكار المبدعه في مجال رياده الاعمال. فاحنا بنسعى لتعليم ابنائنا الطلاب على هذا النوع وعلى هذا النمط من مجال تنمية المشروعات داخل أبنائنا الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنرحب بحضراتكم في كلية الزراعة وفي أسرة طلاب من أجل مصر النهاردة، والبرنامج التدريبي اللي هي بتحس الطلاب عليه. وفي الحقيقة يعني الأسرة استهدفت أحد الموضوعات الهامة والخاصة بريادة الأعمال. طلاب من أجل مصر في كلية الزراعة، وهي في الأساس إن الطلبة هم اللي عايزين يعرفوا أكتر عن هذا البرنامج، باعتبار هو ده المستقبل. الطالب مش مستني وظيفة تقليدية زي ما تفضل معالي رئيس الجامعة وقال. الطالب دلوقتي أو الخريج، مش هقول بقى الطالب لأنه خلاص هو أصبح خريج، مش بيدور على وظيفة تقليدية، ولكن بيدور إنه يعمل مشروع، والمشروع ده يكون متكامل، وعايز يعرف إزاي يطوره، إزاي يديره، إزاي يعرف المخاطر المالية اللي هي ممكن تقابله. وده بدوره طبعا بيدفع عجلة الاقتصاد، ولذلك احنا شجعناهم وحسناهم على ان هم يعني يتناولوا هذا الموضوع بالتدريب لمدة 4 أيام مع ناس متخصصين في مجال التنمية اللي هي انروت للتنمية. ودي يعني في الحقيقة يعني كانت محققة نجاح قرابة 3 سنوات في مجال اللي هي القصص والنجاح والتنمية. فيعني احنا جبنا لهم ناس متخصصين يعرفوا ازاي ان هو ممكن يعمل مشروع صغير او متناهي الصغر، وازاي يديره، وازاي يتوقع المخاطر اللي ممكن تقابله ويتغلب عليها. أنا أماني، طالبة كلية زراعة فرقة ثالثة. أنا مقر أسرة طلاب من أجل مصر كلية زراعة. طبعا حابة أشكر الدكتورة إلهام إنها أتاحت لنا فرصة إن إحنا نجيب متدربين من بره الكلية علشان يقدموا
التدريب ده هنا في الكليه بصراحه تدريب فعلا على اعلى مستوى، وبينمي مهارات الطلاب من شتى الحاجات، يعني بيطلعهم يعني يقدروا يتعاملوا مع سوق العمل بطريقه افضل، وان هم يقدروا يفتحوا مشاريع خاصه بيهم كمان من بره. أشرقت أسامة، نائب مقرر أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الزراعة جامعة المنوفية، فرقة تانية. احنا النهارده في برنامج كن ريادي بتنظيم الكلية تحت إشراف طبعا دكتور أمين، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورائد الأسرة كمان. فهو برنامج كن ريادي بيهدف إن احنا نساعد الناس في المشروعات الصغيرة وبيهدف لتدريبهم. البرنامج بيتعمل السنة دي حوالي 500 طالب وطالبة من خريجي، وكمان الطلاب اللي في الجامعة مش الخريجين بس أو الطلاب بس، لا في الطلاب والخريجين، واحنا بنساعد الطلاب إن هم ينموا مهاراتهم. أنا اسمي محمد أحمد فؤاد، فرقة ثانية كلية زراعة جامعة المنوفية. أنا دوري في الأسرة إن أنا هيد HR. المفروض إن إحنا النهاردة عندنا ندوة اللي هي كن ريادي، هو في بتساعد أكتر الناس المتخرجين إن هم يبدأوا مشاريعهم، حتى يبدأوا مشاريع بتاعتهم اللي هي مشاريع منتهيات الصغر ومشاريع اقتصادية جدا اللي هي غير مكلفة وفي نفس الوقت منتجة وبتدخل دخل الفرد يعني كويس جدا. اسمي هدى محمد عبد الرؤوف، كلية تربية دراسات عليا، دبلوم من تربية خاصة. أنا دخلت أسرة طلاب من أجل مصر من فرقة أولى في دكتور دعاء الشاعر. أنا يعني بصراحة بكن الأسرة دي كل الاحترام والتقدير لدكتور دعاء بالذات، لأن هي اللي عرفتني أصلا الأسرة دي في الأول، مش هي الرائد بتاعتها. الأسرة اتعلمت منها حاجات كتيرة أوي، يعني اتعلمت إزاي أعرف أتكلم، إزاي آخد ثقة في نفسي، اتعلمت منها إزاي أستفاد وأفيد، مش بس إن أنا أستفاد بس، لا اتعلمت إزاي أفيد يعني بتبقى في فرصة إن أنا أشوف حاجات كويسة علمتني وخلتني أتعامل مع ناس جميلة جدا، وساعدتني دايما في معارفي سواء دكاترة أو طلبة أو عمل طوارئ مشاريع حاجات كتيرة أوي. ساندرا عبد الحميد زهران، فرقة أولى، لسه عضو جديد في الأسرة. في الأول كنت داخلة أصلا الأسرة كده اللي هو دايما صحابي قالوا بقى تعالي وفي تعاون والدنيا كويسة ومش عارف إيه، فدخلت. بعد فترة لقينا فيها أعمال، فكان طبعا في الأول كنت لسه مش عارفة أوصل ما بين الدراسة وما بين الأسرة، بس بعد كده لقيت إن الدنيا متعاونة عادي وهم كلهم بيساعدوني، مثلا لو أنا شفت في حاجة أو على سواء مثلا كانت الدراسة أو كده فيها حاجة فهم كانوا بيساعدوني فيها، أو سواء الأسرة نفسها كانت بتساعدوني فيها. الأسرة كويسة جدا وبنتعاون كلنا مع بعض. أنا أحمد سامي، فرقة تانية في كلية زراعة جامعة المنوفية. إحنا النهاردة كنا بننظم برنامج كن ريادي، طبعا تحت رعاية الدكتور من أجل مصر المركزية. الرياده بتاعتها استاذه الدكتوره الهام غنيم. بصراحه استاذه الدكتوره الهام غنيم قبل ما تكون دكتوره لينا هي ام لينا، من ساعه ما كنا الاسره اتعلمنا المشاركه وتعلمنا التعاون وتعلمنا نحب الخير لبعض كلنا. برضه بننظم برامج كتيره جدا في خلال الدراسه وفي المستوى التعليمي، بنهتم بدراستنا برضه في نفس الوقت، لان معظم الدراسه عندنا كل شغل عملي، بنعتمد على العملي اكتر.